قناة سهيل اليوم قال انه الشرعية تأسر حمار حوثي عفاشي. اي والله ويشهد الله ان قناة سهيل قال لك. اسمعوا. الحمار هذا منين نزلتموه على راس الجبل هذا؟ نزلنا من فوق. هو كان معاكم ولا او هو تبع كان عفاشي، استأسرنا من حق العفاشي ضمن الأسرة، الحين فرمتناه علينا. إذا مشاهدينا الكرام حتى الحمير هي كانت خاصة، هذه هي كانت حمير إمداد الحوثي، وكما رأينا الطقوم ورأينا المكره حتى الحمير أصبحت تحت سيطرة الجيش الوطني، وبدأت هذه الحمير تؤدي دورها بالشكل المطلوب أنها تخدم أفراد الجيش الوطني. المراسل الحمار من القناة الحمارة يقول لكم أن الحمير باتت تؤدي دورها المطلوب. قال له كيف فعلكم بالحمار هذا؟ من وين جبتموه؟ قال له نزلناه من فوق. هذا حمار حوثي عفاشي، طلع انه حمار يقاتل في الضفة الأخرى، وبالتالي استطاعت قوات الشرعية بإمكاناته وبقدراته وبطيرانه وبكل أباتشي إنهم يضبطوا هذا الحمار ويأسروا هذا الحمار. ويا رحمة له ذا الحمار لما سرح بين الحمير. مو تعملوا حمار انت، رجعوا لي الحمار حق سهيل، حق سهيل، حق سهيل يا عويله. كيف تحلو؟ نزلنا من فوق. ايوه كان معاكم ولا او هو تبع كان عفاشي، استأسرنا من حق العفاشي ضمن الأسرة. كان الحمار عفاشي وبعد استأسروه وعملوا له فورمات. يعني بقى انا جاري ايش حمار عفاشي؟ ايش من الحمير انتم مع احترامي للحمير؟ كيف حمار كان عفاشي؟ يعني مثلا كيف؟ فسروني ما أنا مش قادر استوعب. ايش من غباء هذا وصلوا له؟ ايش من افلاس؟ يعني يشتي يحقق انتصار ويشتي يقول انه حقق انتصار. قال اسرنا حمار عفاشي. يا بعمي صلي على النبي، ضحككم بنا الناس، بدعكم برواحكم. قال اسر حمار عفاشي. اهلع انت الملعونة تقصف عمرك. هيا خلونا ندي لهم الاغنية هذه قبل ما نروح.